موجودين. ونصيف كان له الهدوء، مميز بالهدوء، حتى كان بضحكته كل شوية على عكس ضحكة زينة اللي يعني تحياتنا لهم. طيب رحوم، بالنسبة إلى قبل أن نوصل إلى البرايم، توقعتي بروحك أن تاخذين مرتبة معينة؟ الأول أم الثاني أم الثالث؟ شوفي، بعد نسبة تصويت 70%، ومو أنا قلتها، هيلدا المذيعة قالت أعلى نسبة تصويت بالموسم السابع. أول مرة يكون هكذا تصويت 70%. يعني من ابتدى ستار أكاديمي لحدث ما حد جاب هاي النتيجة. فأكيد بعد هاي النسبة صار عندي شكوك إنه أنا ممكن الأولى. جمهور قوي، وأنا متأكدة العراقيين من يصوتون والعراقيين من يعرفون أكو عراقي محتاجهم. انتهى الموضوع. أكيد. أوكي. وحتى هم نصيف ومحمد وغير مشتركين كانوا خايفين يطلعون وياي نوميني من وراء النتيجة الأولى بالتصويت. لا، حتى من قبل النتيجة 70% كانوا خايفين يطلعون وياي نوميني، إنه مستحيل رحمة أنت عراقية كده تكتسحين التصويت. فالحمد لله يعني إنه إحنا عندنا هذا الشيء. يعني حكيتي لما يحكي المصور وراء الكواليس، ما أعرف صوته طلع ولا لا. قال إيه هاي الغيرة العراقية. أكيد. يعني رحوم يوم أنت سويتي العجايب، ما أعرف، تحياتي إلى كل الكادر الموجود اليوم، كلهم غريبين، كلهم محتفلين يعني. مع احترامي للوطن العربي الكل، بس إحنا العراقيين يعني نحب نشجع الشخص يكون عراقي محتاج لهم ومحتاج للتصويت. صدقيني والله إنه أني يعني أول مرة طلعت بيها نومينيه صح كنت خايفة، بس كانت عندي ثقة بنفسي كلش كبيرة، كلش كبيرة. أكيد أنت بنت الرافدين وبنت العراق، بنت الجنوب وبنت الشمال والوسط والغرب. أكيد. رحومة سمعينا شيء، اشتاقين لصوتك. شو سمعكم؟ أنت تحبين الغناء العربي؟ إيه أكيد. تميزتي بأغاني شيرين، كانت حلوة عليك. وصدفة وأجمل إحساس أليسا، هم راح نغني نجيب أليسا. أغاني شيرين كانت حلوة. ونبيل شعيل يقول صوت رحمة جدا جميل وذكرنا بسميرة سعيد. صح، هذا من زمان قالها هو، يمكن حتى قال بالشكل يعني، بس أشبهها ما أشبهها. وين ما لا علاقة مو. والله احنا نشوف رحومة وبس. أيوة، هذا اللي أريده. بس نشوف رحومة وبس. أغني لكم، تريدين هي آخر أغنية؟ براحتك. خلينا نغني رحموني أحسن، لأن طلبت هواي. ورحموني غني لنا. لو عايش أبوي شاف حالي بعيدة عن وطن بعيوني غالي، لو عايش أبويا وشاف حالي بعيدة عن وطن بعيوني غالي، يشوف وش صار بينا ليالي تمر حزينة، وروحه لكم تنادي العراق بذمة أولادي، عزيز وأغلى من روحي عليا، ورحموني يا عالم حسوا بي بعد عين العراق ظلي لي. الصفقة كبيرة كانت بالجاليري، وتحياتي إلى الكل. رحوم، بعد هذا النجاح الكبير بمعنى الكلمة، هو نجاح خطوة ستار أكاديمي والشهرة، هل تفكرين بموضوع الارتباط؟ فكر شوي. لا حاليا لا صراحة ما أفكر بموضوع الارتباط. يعني هسه أقدر أركز على موضوع شوية، إنه انتبه شوية على الغنى وأمرن صوتي أكثر. وأنا راح أستمر بالدروس اللي كنت أخذها بالأكاديمية، وشوف نشتغل على أغنية وكليب ضروري. بس خليني أقول كلمة قبل كل شيء. يمكن أنا ما قلتها من قبل أو ما أعرف، بس إنه أنا
رياض أحمد انطاني الكثير، اوكي. ورياض أحمد كان حتى لو هو ميت كان هو المشجع الأكبر باسمه وبنفسيته الحلوة اللي كان معروف بها، وبفن الراقي اللي قدمه للوطن العربي مو بس للعراق. أكيد الفن الخالد. اوكي، واسمه هو اللي خلاني أكون رحمة، رياض أحمد، خلى العراق كله يحب رحمة. يعني أتمنى أني كان هو يكون عايش حتى يعرف إيش قد هو كان محبته كبيرة بالنسبة للعراقيين وبالنسبة إلي أنا خصوصا. أكيد رحوم، يعني أنت فنانة، ومثل ما ذكرت من الدقائق الأولى بمشوار حلقتنا أنه ويانا ستار بمعنى الكلمة. حبيبتي، وأكيد يعني هذا مو بكلامي ولا بشهادتي، هذه بشهادة كل العراقيين الملايين اللي من أول يوم هم كانوا وياك بقلوبهم وبمحبتهم. وأكيد أنت شرفتي العراق. كان الكل متخوف أن تكون رحمة داخل الأكاديمية مو عراقية، رحمة فقط بالاسم عراقية، لكن أنت أثبتي الجدارة وكنتي عراقية 100%. أول شيء بعصبيتي، وهذه العصبية العراقية والروح العراقية الحامية أكيد كانت يعني هي أكبر مثال يا رحمة. يعني كلمة أخيرة تحب توجهيها لجمهورك؟ أكيد أول شيء أحب أشكر كل الناس اللي صوتت لي يعني بالوطن العربي خصوصا بالعراق، اللي ما قصر من بداية البرنامج للنهاية. أنتوا ناس مستحيل أنسى لكم كل اللي سويتوه. وأحب بليز أوجه تحية للفانس كله من المحيط إلى الخليج. يعني كان فانز أنتي ما تتخيلين إيش قد فظيعين. يعني أحب أوجه لهم تحية كلهم، وأقول لهم إنه أنا أحبهم هواي، راح أظل متواصلة وياهم. وأنا عندي إن شاء الله راح أكون متواجدة وياهم يوم الجمعة بتوقيت البرايم بالمنتدى، وراح أكون موجودة على الفيسبوك، وأقول لهم انتظروني. وأشكركم أنتم قناة الفيحاء، وأشكر دولة الرئيس الوزراء الدكتور برهم صالح على دعوته إلي لوجودي هنا بينكم، بين أهلي وناسي. أحبكم هواية، وإن شاء الله هاي مو أول زيارة حتكون إلي ولا آخر زيارة، حتكون هواية وما راح تملون مني. لا والله من منك، واحنا نشكرك على تلبية الدعوة، لأن ما تعرفين اليوم كيف الجو أصبح بالاستوديو وفي بيوت العراقيين اللي يشاهدون الفيحاء. يعني أنا جدا سعيدة بوجودك، وإلي الحظ أن يكون اليوم وياك. أنا أصلا اليوم مو دوامي، لكن حدث طارئ عند زميلاتي فاضطريت أن أنزل أني، فمن عرفت أنت ضيفة كلش سعيدة، وأشكر أنه صديقتي ما قدرت تجي. فهذه سعادة يعني، وأكيد نابع عن حبنا. ويكفي انه انت رفعتي علم العراق راية الله اكبر، رفعتيها بين اعلام الوطن العربي، وكانت منوره بين الجمهور. وفي البرايم الاخير الفاينل راح ما نختم البرنامج سويا، لان وصلنا على ختام برنامجنا. تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، وانتظروا رحومة ان شاء الله راح تتواصل وياكم كل ما هو جديد. باي باي.